بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أحييكم من قناة سلام الإعلامية المباركة في حلقة جديدة من برنامج مع اللغة العربية. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم به، ونختتم بها بحمده تعالى. هذه الحلقة رقم 170 بحمده سبحانه وتعالى. وسنكمل ما بدأناه من حديث عن هذه السيرة العطرة الشامخات، سيرة مبكرة للمناضلات الإريتريات، تأليف وكتابة أختنا الصحفية سهير جندفل. طبعا بعد أن استعرضت الحلقتين السابقتين، كتبت في الخاص على في الاتصال مع أختنا وعزيزتنا سهير جندفل، فقلت لها تعميما للفائدة: نحن بدأنا وقد نشرنا أكثر من حلقة. فسرت أيما سرور وقالت شكرا جزيلا، وهذا يعني أشكركم عليه كما قالت، ونجدد التحية لها أيها الأحباب الكرام. توقفنا في الحلقة السابقة، وكانت الحلقة الجزء الثاني من الحديث عن الكتاب الهام، وتوقفنا عند آمنة حامد إدريس عواتي تتحدث عن أبيها القائد وأمها عائشة رحمة الله عليها. فبالنسبة لأختنا آمنة بنت القائد الزعيم البطل حامد إدريس عواتي، هذه هي صورتها. تقول: في 31 من شهر 5 2021 قيض الله لي لقاء شخصية فريدة قوية ومتطلعة ومحبة للحياة، واثقة من نفسها وقدراتها. تقول: لو تعلمت للعبت دورا أكبر في الثورة. هذه هي آمنة، ابنة مفجر الثورة الإريترية القائد الرمز حامد إدريس عواتي. تقول آمنة: والدي من قرية قرست، ووالدتي عائشة عثمان إدريس من قرية فانكو، وكلتا القريتين تقعان غرب إريتريا، متجاورتين بالقرب من الحدود السودانية. ليس هنالك صلة قرابة بين أمي وأبي، لكن خال أمي كان صديقا لوالدي. ولدت أنا وأخي دكتور كرار حمد رسعواتي المقيم في السويد، هو وأسرته له التحية. قالت: ولدنا في قرية قرست. أما أختي مريم فقد ولدت في فانكو بعد خروج الوالدة من السجن. طبعا أسرة الزعيم حامد رسعواتي مجرد ما خرج الميدان وأعلن الكفاح المسلح في أدال 61 في سبتمبر، على طول كل العائلة تم اقتيادها إلى السجن، و... ودفعت الأسرة. طبعا تم تأميم كل ممتلكاتهم من البهائم والمواشي. فتقول آمنة: لا أعرف الكثير عن الوالد. طبعا هي صغيرة يعني نسبة لصغر سني وقتها، كما أنه كان شخصية كتومة، وكل ما أعرفه عنه سمعته من الوالدة والأهل. وحتى الوالدة عندما أسألها عن بعض الأمور تقول لي: لا أعرف، فوالدك لم يكن يتحدث كثيرا معي عن عمله. عسكري طبعا، والعساكر ما لا يتحدثون يعني كثيرا يعني. تقول لي، تقول آمنة: لا أعرف، فوالدك لم يكن يتحدث معي كثيرا عن عمله ولا عن مضمون اجتماعاته، ولكن كنت أسمع وأرى الأحداث المتلاحقة. أعرف أنه عسكري ويزورنا الكثير من الرجال غرباء عساكر ملثمين ويخرج معهم، ولم يكن يشرح لي من هؤلاء، وكان يكتفي بقوله لدي اجتماع. وكنت أعرف دوره المشهود قبل إعلان الثورة، حيث كان يدافع عن الأهل ضد عصابات النهب المسلح،
التي كانت تقتل وتنهب مواشي وممتلكات المواطنين في منطقة القاش. يعني الآن القاش بركة حسب التسمية الموجودة من المجموعة الحاكمة. وكذلك فترة خدمته في الجيش الإيطالي، حيث أرسل في دورة تدريبية إلى روما. ما زاد من خبرته العسكرية تلك الخبرة، بالإضافة للجرأة والشجاعة والقيادية طبعا، أتاحت له فيما بعد إمكانية تقلد مناصب رفيعة في الدولة، إلا أنه فضل الانحياز إلى الشعب والعمل على انتزاع حقوقه. هكذا تواصل أختنا سهير في سرد كتابها الهام. وأدعو المشاهد الكريم أن يحرص على اقتناء هذا الكتاب، لأنه كتاب في غاية الأهمية. تقول آمنة بنت الزعيم حامد رسعواتي: نقطة التحول كانت عند خروج الوالد في ذلك اليوم لاجتماع بسيط، بحسب قوله قبيل الثورة، قبيل إعلان الثورة يعني. كان ذلك آخر عهدنا به. تقول الوالدة في إحدى المرات: قال لي أنا ذاهب وسأرسل لك بعض الشباب فأعطهم الأسلحة. يعني بيتهم كان فيه السلاح. تقول آمنة: اندهشت، فتلك كانت أول مرة أعرف بوجود سلاح في البيت، نقلا عن والدتها طبعا. بعدها بوقت، يعني الوالدة أمنا عائشة رحمة الله عليها، يعني ما عارفة إنه في أسلحة في البيت. بعدها بوقت حضرت مجموعة من الجنود الإثيوبيين وأحاطت منزلنا بالكامل يعني. ثم غادرت مع غروب الشمس. خافت أمي واستدعت ابن عمتي وشرحت له الموضوع، وقالت له يجب أن نتصرف بالسلاح قبل عودتهم مرة أخرى، ربما لديهم معلومات بوجوده في البيت. أدرك ابن عمتي زوجي لاحقا، وتزوج آمنة بنت الزعيم، خطورة الموقف، وعند حلول الظلام بدأ في نقل السلاح متفرقا، يعني بالقطاع كده، لأنه لا يستطيع أن يأخذه كله خشية الرقابة التي فرضت على المنزل، وكذلك لصغر سنه. وظل يعمل طوال الليل، يأخذ بندقية ويذهب بها إلى الجبل ليدفنها هناك، ثم يأتي ليأخذ غيرها، وهكذا إلى أن تمكن من نقل كل السلاح ودفنه في الجبال. وتقول آمنة بعد ذلك: أودعوا كما قلت في السجن. في اليوم الثاني عاد الجنود الإثيوبيين وأخذونا جميعا إلى مدينة تسني. مدينة تسني هي بالقرب من قرست. فوضعنا في السجن 4 أشهر، ومعنا أسر أخرى، وأسرة عمي عبد الله إدريس عواتي، وحسن كرار عواتي ابن عم الوالد، وأسرة كلثوم كرار عواتي زوجة عمي، وكانت مرضعا واستشهد ابنها كرار عبد الله إدريس في سجن تسني. وأسرة سعدية عواتي عمة الوالد ووالدة الشهيد الأول في الثورة الإريترية المناضل عبد فايد وزوجته، عبد محمد فايد يعني، وزوجته حليمة سنشور، وبقية الأهل من الأبناء والأحفاد. يعني أسرة عواتي دي كلها دخلت السجن. آم، بعد أن قضينا شهرين في سجن تسني، قرروا إرسالنا إلى سجن أسمرة. لكن الشيخ آم، كبروا عمدة اللبب، عفوا عمدة اللبت، لبت جماعة بجاوية تعيش على الحدود الإريترية السودانية. لبت تمكن من ضمان عدد منا، فكنت وأخي كرار ووالدتي وعمتي كلثوم ضمنهم، واقتضى ذلك أن لا نغادر مدينة تسني. لذا استضافنا الشيخ كبرو في منزله 3 أشهر، إلى أن حضر خالي وأخذنا معها إلى فانكو حيث أهل الوالدة. أما البقية فقد أرسلوا إلى سجن أسمرة بعد أن صادر العدو كل ما نملك من ماشية وأغنام. بعدها بفترة بدأوا بإطلاق سراحهم على مراحل، أسرة تلو أسرة. بداية أطلق سراح أفراد أسرة عمي عبد الله إدريس عواتي، وبعد استشهاد أول شهيد في الثورة
عبده محمد فايد في أدال 61 أطلق سراح زوجته، تبعتها أسرة أخيه عواتي محمد فايد، ثم البقية. وطوال هذه الفترة انقطعت أخبار الوالد، عدا كونه على قيد الحياة ويتنقل متخفيا لتجنب اعتقاله. وعشنا على هذا الحال حتى عام 1972 عندما لجأنا إلى السودان. حينها فقط عرفنا أن الوالد استشهد. طبعا المعلومات تقول أن الزعيم استشهد 62، يعني بعد إعلان الكفاح المسلح ما عاش كثير رحمة الله عليه. ولكن ظل وفاته رحمة الله عليه وأكرم مثواه ظل سرا مكتوما حتى لا تنهار معنويات الثوار، حيث كان القائد والرمز يعني. وأنا أتتبع هذه السيرة العطرة لأسرة عواتي وأعمامه وخيلانه وعماته. وفاة الوالدة والعودة إلى فانكو، أو عفوا وفاة الوالد. طبعا أمنا عائشة توفيت قريبا يعني. بعد الثورة ذهبنا إلى السودان هربا من سياسة الأرض المحروقة التي كانت تمارسها إثيوبيا لإفراغ الريف الإريتري الذي كان مصدر قوة وسند حقيقي للثورة الإريترية. وقبل ذلك، تقول آمنة حامد ريس عواتي، قبل ذلك كان الوالد في كل سفرياته وخروجه يرسل للوالدة بعض الأغراض التي تعينها في الحياة طبعا، أو شخصا يطمئنها عليه ويسأل عن أخبارنا. وبعد فترة بدأ المرسال يتأخر. طبعا إثيوبيا وسعت نطاق البحث عنه. بدأ يتأخر المرسال إلى أن تباعدت فتراته ثم انقطعت عقب دخولنا السجن تماما يعني. تقول آمنة نقلا عن والدتها إنها شعرت باستشهاده مع أن رفاقه أنكروا ذلك، ولم تتأكد من ذلك إلا بعد أن التقت في كسلة بالشيخ محمد بن الشيخ داود. هذا طبعا زعيم مرافق وكان يأتمنه الزعيم حامد ريس عواتي، الشيخ محمد بن الشيخ داود رحمة الله عليه، الذي أخبرها بذلك. وعندها سألته ماذا علي أن أفعل؟ قال لها رحل يعني. قال لها الشيخ محمد لا عدة عليك لطول الفترة، 10 سنوات يعني، العدة التي تدخلها من يتوفى زوجها. وعرفنا أيضا أنه أوصى رفاقه كبوب حجاج ودوحين بضرورة متابعة النضال، وقال لهما هذا الزعيم إذا مت لا تتركوا الثورة، استمروا ولا تخبروا أحدا بموتي. دي قيادية كاريزما يعني. قال لهم إذا مت لا تتركوا الثورة، استمروا ولا تخبروا أحدا بموتي. عدنا تقول آمنة إلى فانكو بسبب الظروف المعيشية، وكانت عودة قاسية بالنسبة لي بعد أن تحقق ما كنت أحلم به وهو التعليم، حيث درست 3 سنوات في المرحلة الأولية. لكن اضطررنا إلى العودة أدراجنا نتيجة لحالة الكفاف التي كنا نعيشها. فقد كنا نحتاج مصاريف وقيمة إيجار المنزل، ولم يكن لدينا من يعولنا سوى الجبهة التي أهملتنا ولم تلتفت إلينا وتركتنا نعيش على حد الفقر. هي لعنة التجاهل دي تلاحقنا أو بدأت معنا منذ ذلك الزمن يعني، للأوفياء المخلصين هكذا يعني. وعندما ضاق بنا الحال تركت المدرسة بعد أن عجزت والدتي عن توفير أبسط مستلزمات الخاصة بدراستي، لكنها وعدتني أن أعود عندما تتحسن الظروف. فيما كنت أقول لنفسي كيف تتحسن الظروف وليس لدينا أي مصدر دخل؟ بالفعل ازداد الحال سوءا، وعندما علم خالي بذلك جاء على الفور من إريتريا وتأسف على وضعنا وقرر اصطحابنا معه
ووافقت أمي عاد بنا إلى فانكو وعشنا هناك. رجعوا من السودان. لم يكن وضع خالي جيدا، خصوصا بعد أن صادر العدو ماشيته وأحرق أرضه، وكنا نعيش مع بعضنا بالرحمة والتعاون. يعني المشايلة، يعني الواحد يشيل الثاني، يعني شال يشيل. هكذا عشنا في كنف خالي حتى بعد أن تزوجت وأنا بنت 13 ربيعة. كنت أرغب بمواصلة دراستي، لكننا كنا نعيش خارج المدينة حيث لا توجد مدرسة، وهكذا فقدت فرصة التعليم. تخيل بالله، بنت الزعيم عواته حتى بعد أن خرجت وخلاص الجبهة أعلنت، وهكذا لم تجد فرصة لتتعلم. صحيح الدكتور كرار عواتي تعلم، اهتمت به الجبهة، آه، ولكن هناك هذه برضو كان عندها فرصة للتعلم. أنا ما داير أفتح هذا الملف، ولكن عشرات الآلاف الجبهة أوفدتهم إلى العراق، إلى سوريا، إلى ليبيا، مع السودان طبعا برضو، وهكذا يعني. وهذه ابنة الزعيم يعني. التاريخ لا يرحم عزيزي المشاهد. تقول آمنة: وهكذا فقدت فرصة التعليم. أما عمي عبد الله إدريس عواتي، فقد كان بعيدا عنا، يعيش في بلدة قلوج برضو في القاشبركة، وهو نفسه كان يحتاج رعاية بعد أن أصيب بالشلل جراء إصابة بالغة في معركة تساني عام 1977. الآن عندما أستعيد حكايات والدتي وبعض أفراد أسرتي عن أبي وما كان يملك من شهادات ودورات عسكرية في الداخل والخارج، تقول آمنة: وكيف كان يتحدث 4 أو 5 لغات، فضلا عن ثروته الحيوانية، وعن كيف رفض جميع عروض الوظائف المرموقة التي قدمت له من الحكومة الإثيوبية، وفضل الانحياز للشعب والتمسك بالمبادئ والثوابت الوطنية. أجده شخصا مثاليا وقدوة لي في الحياة. لذا فإن أكثر ما يحزنني هو فقدان فرصة التعليم. لقد كنت مجتهدة ومتفوقة، ولدي رغبة قوية للدراسة، وكنت أحلم بمواصلة تعليمي حتى الجامعة. ولم يكن ذلك مستحيلا على جبهة التحرير الإريترية في تلك الفترة. كان بإمكانها توفير ذلك، لكنها لم تفعل. ألم أقل لكم أيها السادة؟ أنا كنت أعلق، لكنها برضو أكدت ما خطر ببالي أو ما ورد في تعليقي. تقول: ولم يكن ذلك مستحيلا على جبهة التحرير الإريترية في تلك الفترة. كان بإمكانها توفير ذلك، لكنها لم تفعل. وإن وفرت فرصة وحيدة لأخي الدكتور كرار ضمن منحة دراسية لأبناء الرعيل الأول من المناضلين. أما أنا ومريم فقد تم تجاهلنا تماما، وكان يمكن بقليل من الدعم والتوجيه أن نواصل دراستنا في السودان، أو بمنحة دراسية خارج السودان، كما تم مع بعض أبناء وبنات المناضلين، حتى نستطيع أن نعيش حياة كريمة. ولكن ذلك لم يحدث، فكانت النتيجة أننا ما زلنا نعيش في قرى ود شريفي ود الحليو بشرق السودان. أحيانا أقول هنالك ظلم وقع على هذا الشعب، والله من غير هذه المجموعة الحاكمة. فربما هذه الدعوات، واتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ربما هذه الدعوات واللعنات هي التي أوقعتنا في حبائل شر أعمالنا، ونعيش هذه الدوامة عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة. هذه قناة سلام الإعلامية المباركة، ومنها نحييكم تحية طيبة مجددة، ونرجوكم أن تتفضلوا بالبقاء معنا أيها السادة والسيدات، وحلقة في برنامج مع اللغة العربية، ونستعرض في هذا الكتاب.
شاء الله ستكون هذه هي الحلقة الأخيرة، لأننا برضو حنقرأ من سير هؤلاء المقاتلات في بدايات الكفاح. سنأخذ نماذج منها. الآن نتحدث عن زفان ولد ميكائيل، المعنونة بالقوية الصامدة، وابنتها إيلسا مسفن الجميلة المتفانية. تقول طبعا هذه صور زفان وبنتها إيلسا. تقول: إن تعددت اللغات والسحنات والقوميات، يبقى ما يميز نساء بلاد تلك الروح المقاتلة، وذلك العطاء الذي فاق التوقعات. وها نحن اليوم في 21 من أكتوبر 2021 في العاصمة الإريترية الجميلة أسمرة، لنتعرف عن كثب على المناضلة زفان ولد ميكائيل، التي لم يسعفنا الحظ بمقابلتها والتحدث إليها شخصيا، حيث انتقلت إلى ربها عام 1998 يعني بعد التحرير. ولكنها تركت تاريخا ناصعا وابنة جميلة متفهمة. سعينا للتعرف عليها حتى نستفهمها عن والدتها، فإذا بنا نكتشف أنها لا تقل وطنية عن أمها، وقد لعبت مثلها دورا مهما في الساحة الإريترية. إنها المناضلة إلسا مسفن. تقول: روت عن والدتها زفان، تقول إنها من مواليد يناير 1928 في قرية أم سليم بإقليم سراي. إقليم سراي الآن المجموعة الحاكمة دخلته في الإقليم الجنوبي، يعني سراي وكولوكزاي دخلوه كله في الإقليم الجنوبي، اسمه الإقليم الجنوبي. لكن زمان كانت تسمية حماسين وسراي وكولوكزاي هكذا بالنسبة للمرتفعات، والمنخفضات كما هي معروفة يعني. تقول: والدها ود ميكائيل كحسو كان مزارعا، والدتها قدسان جنقول ربة منزل. ده بالنسبة لأمها زفان. ومن قريتها انتقلت إلى مدينة مندفرة بالمرتفعات الإريترية، ثم إلى العاصمة أسمرة، حيث تزوجت من الضابط مسفن إمبايي، وانتقلت للعيش معه في مدينة ديريداوا الإثيوبية، حيث ولدت. إلسا مسفن مولودة في ديريداوا بإثيوبيا. بعد سنوات من الزواج انفصل والداي، فتزوج والدي من امرأة أخرى وأنجب منها العديد من الأطفال. أما أنا فقد كنت الابن الوحيد لأمي، فعادت بي أمي إلى أسمرة، حيث نشأت وأكملت جميع مراحلي التعليمية. تقول عن والدتها: كانت والدتي تمتهن عملا تجاريا خاصا، أي البزنس يعني كما هو مكتوب في الكتاب، ولم أكن أعرف طبيعة علاقتها بالثورة، لأنها كانت تستخدم عملها كغطاء، أي تمويه على نشاطها السياسي والنضالي، وتتلقى بالثوار، أي تلتقي بهم على أنهم زبائنها. وأذكر مرة ونحن نمر بالقرب من محطة القانيو ستيشن، كانت لديهم سيارات كبيرة، فقلت لأمي: لماذا لا تشتري لنا سيارة؟ فأجابت: سأفعل عندما يكتمل الطريق إلى مصوع. لم أفهم شيئا. ومرة أخرى كنت مع خالي وشاهدت ذات السيارات، فقلت له: أمي ستشتري لنا واحدة عندما يكتمل الطريق إلى مصوع. فانزعج وقال: والدتك ستسبب لنا بعض المشكلات. وكانت نبرة صوته مختلفة، فلذت بالصمت لأنني شعرت به ينبهني إلى أمر لم أدركه وقتها. كان هنالك الكثير من الزبائن يزورون أمي ويتحدثون إليها طويلا ثم يذهبون، وبعد وقت يأتي آخرون، وهكذا. وبعد أن كبرت عرفت أنهم لم يكونوا زبائنا، بل كانوا ثوار، ولم تكن تبيعهم شيئا، إنما كانت تعطيهم وترفدهم بالمعلومات
التي تجمعها عن الأوضاع والتحركات في أسمرة. عند بلوغ 12 بدأت أسمع الأخبار، ولم يعودوا يخفون عني شيئا، وأصبحوا يتحدثون أمامي. وأذكر في تلك المرحلة زارت ملكة بريطانيا إليزابيث إثيوبيا في 21 من نوفمبر 1965، وكان من المقرر أن تشمل جولتها أسمرة. قبل وصولها تمكنت الأجهزة الأمنية الإثيوبية من إحباط محاولة تفجير خطط لها من قبل الثوار، حيث تم القبض على كمية من الأسلحة هربوها إلى أسمرة لتنفيذ العملية، وإثرها تم اعتقال بعض المشتبه بهم، لكن تم إفشال الزيارة تماما. كانت ستتغير المشاهد لو كان حدث شيء في زيارة إليزابيث. أذكر أن أمي أوكلت محامين للدفاع عن المتهمين الثوار. بعدها بفترة تم استدعاؤها واستجوابها عما إذا كانوا يعملون معها، فقالت إنهم زبائن يأتون إليها لشراء بعض الأغراض، وعندما يجد بعضهم فسحة من الوقت يلعبون الورق، يعني الكوتشينة، يتسلوا يعني. فأسقطت عنهم التهم وأفرج عنهم جميعا. التحقت أختنا إلسا، التحقت بالجامعة أي كلية العلوم، حيث الدراسة التمهيدية المؤهلة للالتحاق بكلية الطب، وفيها تعرفت على الروابط الطلابية، حيث الحماس والنقاش. كان رئيس الاتحاد الطالب تسفى مريم أول من اتخذ خطوة عملية، حيث ترك الدراسة في السنة الرابعة والتحق بالميدان. هنا بدأت أفكر في الالتحاق بالميدان، وعندما أخبرت الوالدة برغبتي رفضت وقالت لي: أكملي دراستك أولا. في السنة الثانية في الجامعة 75 زادت المضايقات على الطلاب وكنا مستهدفين طبعا هناك في إثيوبيا، فقررنا أنا وزميلتي تسيون منجستو بايرو ابنة عم المناضل الدكتور حروي تدلبايرو عقبيت الخروج مع وقف التنفيذ، إلى أن حانت الفرصة عندما جاءنا طالب اسمه أنجسوم أسبها وأخبرنا أنه سيلتحق بالثوار في الميدان، ومن يريد الخروج فليستعد. أبلغناه برغبتنا في ذلك، ولكن لا نملك المال لتجهيز أنفسنا ولا نستطيع طلبه من أهلنا، أي طلب ذلك المال، لأنهم ضد هذه الفكرة. فقام بشراء جميع مستلزماتنا وأحضر سيارة أوصلنا بها إلى المناضل حروي تدلبايرو عقبيت، ربنا يديه الصحة والعافية، في منطقة بإقليم حماسين كانت تسيطر عليها جبهة التحرير. وعندما جاءت أمي ومعها والدة صديقتي للسؤال عنا، أخبرهم حروي أننا غادرنا إلى بركة غرب إريتريا حتى لا تعودان مرة أخرى، يعني أمها وأم صديقتها التي خرجت معها إلى الميدان. أيها السادة والسيدات، نستريح قليلا فنعود إليكم، فابقوا معنا متكرمين إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، عدنا إليكم بحمده تعالى. فتقول أنها برضو عملت مع اتحاد المرأة. أحببت عملي مع هذه الكتيبة وأعتبره عملا مهما. عام 1976، أي بعد مرور عام على ذلك، استدعاني المكتب السياسي في عاليت. عاليت هذه منطقة كان الجبهة لها فيه شأن عظيم، وأخبرني أن اتحاد المرأة يحتاج إلى كوادر نسائية، هي متعلمة ساعتها طبعا، وقد تم اختياري برفقة كل من أدحنت عنده ونورة سعيد.
تسقي ولد مريم، وقبلنا التكليف على مضض، لأننا في الثورة كنا نعمل حسب التوجيه وليس وفقا لرغباتنا. بعدها تقول حضرت مؤتمر المرأة طبعا، وتقول آم، التأم المؤتمر عام 1976 في إقليم بركة بحضور 200 امرأة. أذكر منهن بعض المناضلات اللائي حضرن من خارج إريتريا، مثل نفيسة محمد برهان من مصر، مدهنت، وزينب أنتو من السعودية، ومناضلة ألم من إيطاليا، بالإضافة إلى ممثلات لبعض المنظمات العربية وغير العربية. انتخب المؤتمر آمنة ملكين رئيس، موجودة معنا هنا في أستراليا نحييها، فاطمة صالح نائب لها ومسؤول العلاقات الخارجية، أسقدت محرة آب مسؤولة المالية، نسريت كرار مسؤولة الشؤون الاجتماعية، إلسا مسفن مسؤولة الإعلام، إلسا تسفى مريم سكرتير، أدحنت عنده مسؤول الشؤون التنظيمية. وحدثت تغيرات في عمل المرأة. استمرت والدتي في عملها إلى أن تم اعتقال مجموعة من الفدائيين في أسمرة، فطلبت منها المغادرة خوف اعتراف بعضهم تحت التعذيب، الأمر الذي قد يتسبب لها في مشكلات. طبعا بنتها طلعت الميدان لكنها رفضت، فكتبت لها رسالة أخبرتها أنني موجودة في مدينة أوردات التي كانت محررة آنذاك من قبل الجبهة وتحت سيطرة الجبهة، نعم. فحضرت واستقرت في بيت المناضلين، وكنت أزورها من وقت لآخر، لكنها عقب الهجوم الإثيوبي على المدينة غادرت إلى مدينة كسل السودانية، ومنها إلى الخرطوم العاصمة، حيث استقرت هناك، وبعد التحرير عادت إلى أسمرة حتى وافتها المنية في نوفمبر 1998 لترقد روحها بسلام. هذا هو القسم الثاني، اللقاءات غير المباشرة. واللقاءات غير المباشرة حقيقة هي متعبة، وتشكر عليها أختنا فسهير قندفل من المقابلات بالغير المباشرة، لأنها مرات تكون عن طريق الهاتف ومرات عن طريق لقاء صديقات وهكذا. فاطمة محموداي شقيقة المناضل عبدو محموداي، رئيس أول خلية لاتحاد المرأة، هذه فاطمة محموداي. هي من مواليد مدينة كرن، يعني حوالي 1938. والدتها سعدية إدريس، وأخواها الشهيد عبدو ومحمود. التحقت بالثورة في بدايتها الأولى، وسعت إلى المشاركة للعمل النضالي المبكر الميداني، نعم. لكن ظروف الثورة حيث حالت دون تحقيق رغبتها، عندها شرعت، أي تقول شرعت بالعمل من أجل دعم الثوار عن طريق جمع المال وتوفير بعض الاحتياجات. انتخبت بالإجماع لتكون رئيسة أول خلية نسائية شكلت بوصفها اللبنة الأولى لاتحاد المرأة الإريترية، فيما انتخبت نسريت كرار نائبة لها كما ذكرنا. تقول في هذا الصدد السيدة زهرة أرملة الشهيد عبدو محموداي، تقول كانت فاطمة تعتبر نفسها مسؤولة عن شقيقتها، لذا عن شقيقها عفوا، لذا حزنت عليه وعلى رحيله حزنا شديدا، وكانت من مجرد عودتها من مهمة تسافر في نفس اليوم إلى مهمة أخرى في مدينة مختلفة، لا تعطي نفسها وقتا للراحة، ولم يكن هناك مكتب للجبهة بالمعنى المعروف ولا للنساء. وهكذا تستمر في سردها عن نضالها، نضال أختنا آمنة، هذه اللغات عفوا فاطمة محموداي. تقول عند انعقاد المؤتمر تعرض الاتحاد لهزة عنيفة، يعني المؤتمر مؤتمر النساء، مؤتمرات الجبهة كانت فيها وكل المؤتمرات هكذا فيها طبعا مشاكل وخلافات وصراعات
صراعات الأجنحة. تقول: تعرض الاتحاد لهزة عنيفة أو هزة عنيفة، وحدث هرج ومرج، حيث حاول بعض العناصر حاولت السيطرة رغم حداثة عهدهم بالساحة في النضال. وتصدت فاطمة محموداي ومعها نسريت كرار وجمعة عمر لهن بعد محاولات واجتماعات تم تثبيت عضوات لجنة الاتحاد. ولأن المناضلة فاطمة محموداي وبحكم منصبها رئيس للخلية النسائية نواة الاتحاد الأولى كانت تتكتم على إجراءات العمل وتلتزم الصمت في كل ما تقوم به، لذلك لم يكن حتى أقاربها يعرفون الكثير عن حياتها النضالية. ثم إن كل المستندات والوثائق والصور التي تؤرخ لدورها النضالي والثوري جرفتها السيول والفيضانات التي اجتاحت حي الحلنقة بمدينة كسلة، حيث كانت تقطن حينها هناك. هل هي على قيد الحياة؟ لست أدري. طبعا كسلة كانت مدينة تتعرض كل عام للسيول القادمة من البلد من جوا، يعني إثيوبيا وإريتريا. القاش، يعني نهر القاش هذا يجرف، معروف دائما المنطقة الشرقية أكثر، بما فيها غرب القاش إلى حد ما المنطقة الغربية. يعني المناطق الشرقية حيث يسكن الإريتريون، يعني في المنطقة الغربية حي العمال وحي العرب وبانت. الجرف ما كان كثير، توقف عند الحلنق، عند غرب القاش وعند السواقي في الغالب. يعني الآن نأتي إلى آمنة بخيت حدوة الذكية المتفائلة. هذه صورة أختنا آمنة أو أمنا، ولدت بمدينة كسلة حي الحلنقة 1930. أمنا حقيقة يعني رابعة لإخوة ذكور، فأطلقت عليها إحدى صديقات والدتها من جماعة البني عامر اسم حدوة، فأصبح ملازما لها لا تعرف إلا به، غير أنها عندما تسأل فإنها تسمي نفسها باسمها الحقيقي آمنة، وهي من أب ينتمي إلى جماعة بني هلبة من غرب السودان، يعني أبوها سوداني. عشان كذا نقول نحن لا نؤمن بهذه الحدود الاستعمارية، والمؤمنون إخوة. جاء إلى كسلة محاربا في جيش المهدي الإمام محمد أحمد المهدي، وتقطعت به السبل. أما والدتها فهي حواء سعيد من جماعة مهلة كناب البجاوية. انتقلت أسرتها إلى حي المرغنية في كسلة في منزلهم الحالي جوار حوش ناظر عموم البني عامر وحتى الآن. وتزوجت سنة حدوة أمنا من الأستاذ عثمان علي أحمد الشهير بعثمان كربن، وهو خال المناضل آدم قندفل والد أختنا سهير حيث تشاهدونها. وأنجبت له 6 من الذكور و3 من الإناث، ما شاء الله. كان منزلها ملتقى لكثير من القيادات الإريترية وفيما بعد لكثير من النازحين، فما كان بعيدا عن أعين رجال الأمن السوداني والمخبرين باعتباره بيتا سودانيا. يقول المناضل آدم قندفل في كتابه: عندما التقيت بالأخ محمد سعيد ناود رحمة الله عليه أخبرني بتأسيس تنظيم جديد يسمى حركة تحرير إريتريا، وشرح لي لوائح التنظيم وأهدافه. وقد استعرضنا ذلك في حلقة من برنامجنا هذا مع اللغة العربية يوم من الأيام، وأنا استعرض كتاب لواحد من المؤسسين لحركة التحرير الإريترية رحمة الله عليه، لا أتذكر اسمه الآن، وما دار ألخبط في اسمه، يعني الله يرحمه ويحسن إليه. تقول: انخرطت آمنة حدوة في العمل النضالي، وكانت واحدة من بين 7 نساء شكلنا النواة الأولى لاتحاد المرأة الإريترية في السودان، طبعا ضمن الخلية النسائية التي تأسست عام 1963، وكان دورها فعالا في نقل الرسائل المستفيدة من جنسيتها السودانية، وقدمت الكثير من المعلومات أثناء تنقلها
ذهابا وإيابا بين مدينتي كسل السودانية وأغردات الإريترية. بالمناسبة بين كسل وأغردات ممكن تفطر في أغردات وتتغدى في كسل، والعكس صحيح. كما أنها ساهمت في تعليم النساء العمل اليدوي وفتح منافذ للبيع في سوق كسل. تقول المناضلة نسريت كرار: كنا نعتمد على المناضلة حدوة في كثير من الأعمال لأنها كانت تتحرك بسهولة بسبب سودانيتها، وكانت تكلف بالخطوات والتنقلات التي قد يخشى أن تلفت أنظار رجال الأمن السوداني أو الإثيوبي. اشتهرت حدوة بطيب المعشر ومساندة الحق والوضوح والشجاعة، كما شهد لها الجميع بالكرم الباذخ، فقد كانت يدا ممدودة وعصاة مرفوعة على كل متطاول، ولم يمنعها هذا من حب البهجة والطرب، فكانت لها مشاركات دائمة في المناسبات السعيدة. عاشت باسمة هاشة باشة إلى أن رحلت عام 20 يعني عام 2002. لها الرحمة والمغفرة أمنا حدوة. فاطمة محمد علي القوية الصامتة، هذه أيضا هذه أمنا فاطمة محمد علي القوية الصامتة، برضو من اللقاءات غير المباشرة. تم التوثيق للمناضلة فاطمة بتاريخ 19 أكتوبر يعني 2019. هي من مواليد مدينة سنجة على النيل الأزرق. ألم نقل لكم هذه حدود فرضها علينا الاستعمار، جنوب شرق السودان. كان والدها جنديا في أوسط العرب الشرقية، وأثناء الحرب سجن في أسمرة من قبل الإيطاليين بعد أن تم الإبلاغ عنه بتهمة التجسس. ووالدتها هي آمنة إبراهيم، وإخوانها ثلاثة، متزوجة من أحمد علي حترة من أصول يمنية. دخلنا على اليمن. وكان رئيسا للجالية اليمنية في كسلة، ولها منه عدد من الأبناء والبنات. بعد التحاق العديد من الجنود الإريتريين الذين كانوا يخدمون في الجيش السوداني بجبهة التحرير الإريترية، سمعت فاطمة عن الثورة فسارعت بالانضمام إلى خلايا النساء، وكانت ترأس المجموعة التي تقع في منطقتها وتجتمع بها في دارها. كانت نشطة جدا وأسهمت في إيصال الكثير من الرسائل إلى داخل إريتريا، حيث كانت تسافر إليها مرة على الأقل خلال العام الواحد. حيث تم اعتقالها من قبل السلطات الإثيوبية في مدينة تسني على الحدود مع السودان، حيث وجد بحوزتها إيصالات اشتراكات خاصة بجبهة التحرير الإريترية، فتم نقلها إلى سجن أسمرة ثم إلى سجن أديس أبابا. يا ساتر، يعني مشت هناك في أرض المستعمر ذاته. وقد أسفرت محاولات متتالية من الجبهة والتدخل كذلك، وتدخل الأجاويد والوسطاء عن الإفراج عنها بعد أن قضت حوالي 7 أشهر رهن الاعتقال. وعقب عودتها إلى كسلة وجدت أن جبهة التحرير في حالة انشقاقات وتشرذم، وأن الأمور لم تعد كما كانت عليها قبل سجنها. هذا هو التاريخ المقتضب الذي كتبته أختنا سهير قندفل. آخر العناقيد والبطولات الشامخات: سعدية تسفو الفدائية الجريئة رحمة الله عليها، توفيت قريبا يعني. سعدية تسفو تقول نسريت عفوا سهير: في 9 عام 2023 تيسرت لي الأمور بحيث تمكنت من توثيق سيرة الفدائية الجريئة المناضلة الجسورة سعدية تسفو، التي سعيت كثيرا للقائها وجها لوجه، لكن القدر كان أسرع. إلا أن ذلك لم يحل بيني وبين التوثيق لها، وقررت أن أجمع معلومات حولها من معاصريها أمثال المناضلة نسريت كرار
ومما نشر عنها في المواقع والمنشورات المختلفة. ولدت سعدية تسفو في عد حشل بمدينة كرن وسط إريتريا. كاتبها عد حشل، لكن يمكن تكون حشلة. والدها تسفو نسور، والدتها أسرة عاشرة. التحقت بالثورة عام 1965، وكانت تقوم بنقل المستندات والمعلومات من وإلى مدينة كرن. تميزت بالشجاعة والجرأة والتفاني في خدمة الثورة، وابتعثت ضمن أخريات إلى دراسة التمريض بالعراق. وبعد عودتها عملت في المستشفى المركزي للجبهة. بعدها سافرت إلى المملكة العربية السعودية لتقديم العون لأسرتها التي تعرضت لبطش العدو الإثيوبي، وتوفيت في القاهرة عام 2022، تاركة خلفها سيرة عطرة ومثلا يحتذى بها. ومن أبرز ما قامت به خلال مسيرتها النضالية تلك العملية الجريئة التي استدرجت خلالها الخائن علي بخيت لتتمكن الجبهة من القضاء عليه. وأفضل ما كتب عن هذه العملية كتبوا أناس كثر، ونحن قد استعرضنا فيما أظن سيرتها العطرة. سنقرأ شيئا من بطولاتها، خاصة الجزء المتبقي، لأنه المتبقي لنا مش كثير. تقول: في البدء قام علي جمع بتكليف المناضلة سعدية بمهمة إيصال زنبيل أي سلة تحتوي على أدوية إلى الثوار في منطقة جنجرين، مناطق أهلنا البلين يعني. وفي طريقها إلى منزلها بعد استلام السلة، وفي وسط مدينة كرن عند جيرة فيوري اللي هي الدوار، استوقفها علي بخيت وحياها وطلب منها الذهاب برفقته إلى منزله. وكان الرجل مصدر خوف ورعب للجميع، فيكفي أن نقول يكفي أن يقول عنك إن فلان جبهجي. وهكذا استدرجته إلى أن تمكن منه الثوار فقضوا عليه. سنكتفي بهذا القدر. رحم الله البطلة الشجاعة سعدية تسفو. ففي الأخير تقول عنها سهير: سعدية تسفو أضاءت شمعة وطلبت منه يتحدث عن كيفية استدراج ذلك العميل يعني. وبذلك تقول: تم إغلاق ملف علي بخيت في ديسمبر 1968 مرة وإلى الأبد. أذاق الناس في كرن الأمرين، فتنفس شعب كرن والثوار السعداء. لكن إثر هذه العملية أعدمت السلطات الإثيوبية والد سعدية، اللي هو عمنا تسفو، في مارس 1969 بعد عام، رحمة الله عليه وعلى كل الشهداء رجالا ونساء. باسمكم جميعا أيها الأحباب الكرام، لا يسعنا إلا أن نحيي أختنا سهير قندفل على جهدها المقدر. ونحن في 3 حلقات من هذه القناة المباركة استعرضنا هذا الكتاب الهام. فهذا وفاء لأمهات خلدهن التاريخ. لكن كما يقال يعني الذي يكتب يظل باقي، ويعني وثيقة يعتمد يعني يعود إليها الناس والباحثون بشكل عام. وبهذا أيها الإخوة والأخوات، مع تحياتنا لكل الشامخات والراحلات منهن نترحم عليهن جميعا. وأنا أدعو باسمكم جميعا أختنا سهير أن تواصل هذا المسير، لأنه هذا توثيق متميز جدا، وما أكثرهن من النساء اللاتي يعني دائما يعني المرأة لا تأخذ لا حظها في المجتمعات الشبيهة بمجتمعاتنا، خاصة المجتمع الإريتري. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين
صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. تحياتي محدثكم أحمد شريف، الذي يعد ويقدم هذا البرنامج مع اللغة العربية. إن شاء الله في الحلقة المقبلة رقم 171 بحوله تعالى نلتقيكم في موضوع آخر، في إطار بحثنا عن هذه اللغة الشريفة، لغة القرآن. وكما قال الشاعر كذلك: لا تلمني في هواها، ليس يرضيني سواها، لست وحدي أفتديها، كلنا اليوم فداها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.